المصاريف الخاصة بإقامة المنتخب الفلسطيني في الجزائر، وسيكون دفع معنوي كبير جدا. أتذكر المباريات الودية الأخيرة، يعني تقريبا الجماهير الجزائرية كانت أكثر من متعاطفة إن صح التعبير مع المنتخب الفلسطيني، وهذا دفع معنوي كبير جدا. حكيم، لا شك أنك سعيد بهذا الخبر. شرف للجزائر أن تحتضن خاصة في الفترة الأخيرة مباريات المنتخب الفلسطيني، بداية بمباراة أستراليا في تصفيات كأس العالم. سعيد وفخور هيكل. لماذا؟ لأن المنتخب الفلسطيني يستحق أكثر من هذا، الإخوة الفلسطينيين يستحقون أكثر من هذا. وعلاقة الجزائر بفلسطين كذلك في المدرب السابق نور الدين ولدعلي الذي كان ناخبا للمنتخب الفلسطيني، وقد يعني نظم في خلال فترته هناك معسكرات في الجزائر. وكنا نتذكر مباراة الجزائر وفلسطين التي كل الجماهير الجزائرية كانت تشجع فلسطين ضد المنتخب الجزائري، وهذا ليس غريب بالجزائر لأنها كذلك هي عاشت مثل هذه الحالات. نتذكر خلال إبان الاستعمار الفرنسي، ولما تم إنشاء المنتخب الجزائري أو منتخب الأفلان، وجد كذلك بلدان مثل تونس، وجد كذلك بلدان يوغوسلافيا، الفيتنام استقبلت المنتخب هذا حتى تصل كلمة الجزائر إلى العالم. وهذا جميل كذلك ردته الجزائر لفلسطين لأنها عاشت نفس هذه الوضعية. إن شاء الله فقط أن الجزائر تكون في الخير على المنتخب الفلسطيني وستفوز في مبارياتها حتى تتأهل. أكيد أن الجماهير ستكون كبيرة وكبيرة جدا لتساند المنتخب الشقيق المنتخب الفلسطيني الذي سيكون جزائريا في تلك الأيام. إن شاء الله إن شاء الله. وربي هنا الجزائري حكيم استثنى المغرب من التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل أكثر من ذلك والأفضل من ذلك أن منتخب الإيفلين أول من اعترف به ولعب ضده هو المنتخب المغربي والمغاربة في تزامن مع التونسيين. لا فيتنام ولا هم يحزنون، لكن محمد المغودي كان هنا ليصحح المفاهيم وليعيد الأمور إلى نصابها. المغاربة هم رؤساء لجنة القدس، والمغاربة هم أول من تضامن مع القضية الفلسطينية. وقبل الجواب على هذا السؤال لابد أيضا بدوري كمغربي أتمنى لكل الأشقاء الفلسطينيين الحرية المطلقة وبناء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وأتمنى أيضا أن ينعموا بالأمن والأمان. وطبيعي جدا أن أعبر عن هذا التضامن لأنني أنتمي إلى بلد ملكها هو الذي يتحمل مسؤولية رئاسة لجنة القدس ويتبنى هذه القضية وطنيا وإفريقيا وعالميا. وأيضا بالأمس عشت تظاهرة بالرباط، أقول بكل أمانة كانت لحظة تاريخية نفسية رائعة. إذا كل الحب وكل العشق للأشقاء الفلسطينيين وكل التقدير لأشقاء الجزائريين وهم يستعدون لاستقبال إخوانهم الفلسطينيين. هكذا يجب أن نكون، وهذا هو طلبنا وهذا هو مرادنا وهذا هو طموحنا جميعا كعرب وكمسلمين. هل هذا الضغط ممكن يأثر على هدف الاتحاد المغربي؟ ممكن الاتحاد المغربي صعب أن يعلن هدف الفوز بكأس أفريقيا حتى يخفف الضغط، أم أنه ممكن تكون في نوع من الشجاعة باعتبار قيمة النتائج في الفترة الأخيرة والاتحاد المغربي يعلنها صراحة أنه ذاهب للكوت ديفوار من أجل الفوز باللقب؟ والله عزيزي هيكل، أعتقد أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو بدوره قال بأننا سنفوز باللقب ديال 2025 و 2027. أعتقد إذا كان هناك من وضع الضغط فرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أنا شخصيا أقول بحكم قيمة اللاعبين المتواجدين داخل الفريق الوطني المغربي وبحكم أيضا التربية التي تربوا عليها داخل الاحتراف، أنا أعتقد مثل هذه الضغوطات لا تأخذ من حقهم ولا تأخذ من إمكانياتهم. وبالتالي أنا أقول كل الإمكانيات متوفرة، كل الشروط متوفرة، وبالتالي أنا شخصيا من الذين يطالبون الفريق الوطني المغربي بالتنافس على اللقب القاري. أن يكون ذلك ضغطا أم لا فهذا أمر لا يهمني لا من قريب ولا من بعيد، بقدر ما يهمني أن كل الإمكانيات متوفرة وما علينا إلا التنافس على اللقب. أما بالعودة إلى لقاء بالأمس أو لقاء المغرب والكوت ديفوار، صدقني عزيزي هيك أنا أقول لك بأن أول مرة أحس بأن المغرب عاد من قطر، لأن منذ نهاية المونديال بقطر والمنتخب المغربي تجده في كل الاحتفالات، تجده مع السجناء، تجده مع احتفالات الفروسية إلى غير ذلك، وكأن الأمر لا تعني أن هناك مسؤولية تنتظره في المستقبل.
أعتقد أن اللقاء أمام الكوت ديفوار وضع نقطة نهاية لما عشناه بقطر. أتفق وأقول بأن الاختيار كان موفقا على مستويين. كان موفقا على مستوى اختيار النخبة قوية وقوية جدا، وكان اختيارنا أيضا على أننا نتواجد بإفريقيا، وأتمنى كل اللقاءات أن تكون بإفريقيا. شخصيا لن أقف عند العشب، ولن أقف عند الأجواء المناخية، ولن أقف عند الطيران والتضاريس إلى غير ذلك، وأقول انتقلنا من قطر الشقيقة إلى إفريقيا. إفريقيا يجب أن نحضر إليها إفريقيا، يجب أن نركز إليها وعليها وعلى تفاصيلها إفريقيا. وأقول أيضا للنخب الوطني ولكل المسؤولين عن النخبة المغربية، لن نقبل بأي نتيجة إلا أن نكون مع الأوائل في هذه النهائيات. والله عزيزي هيكل، أنا أقول أولا لا أتدخل في اختيارات الناخب الوطني وليد الركراكي، لأنني غير مؤهل بالمرة لا هو حتى أكون أنتقده في الاختيارات. أستاذ فقط بل أعلن وأجدد دعمي المطلق له. أستاذ نعم. آسف على المقاطعة لأنك تحدثت عن الخيارات الفنية. هناك العديد أيضا نعم. ضد فكرة أن المزراوي يكون في وسط الميدان مثلا. هي من الأفكار الأخيرة اللي يشوفوها فكرة فلسفية من وليد الركراكي. المفروض أنه يحافظ على نفس التركيبة ويحافظ على نفس المراكز. هذا منتخب وطني وليس بفريق، لهذا يجب أن يلعب الأفضل في كل مكان. أنا شخصيا أقول عزيزي هيكل، وعلاقتي بأي ناخب أو بأي مدرب هي النتيجة، هي الأهداف. هل حققها أم لم يحققها؟ أشرك المزراوي أو لم يشرك المزراوي؟ لأن هناك من يقول أن الآن عليه أن يشرك لاعب البطولة الوطنية، وأنا شخصيا لا أرى أن هناك لاعب يستحق حمل القميص الوطني ما عدا اللاعب عطية الله وأيضا العملود كاحتياطي، لأن هناك حكيمي وهناك المزراوي. أن يختار المزراوي في الوسط أو في الأجنحة هذا شأنه، ولكن أقول له أن المنتخب المغربي الآن يضم أفضل اللاعبين من أفضل اللاعبين عالميا، والدليل على ذلك ما حققه بقطر. شخصيا وأنا أختلف هنا جملة وتفصيلا مع العزيز ربيع، لن أعطي أي مبرر من الآن للناخب الوطني وللطاقم المنتخب المغربي أي مبرر، لا للظروف المناخية ولا لأرضية الملاعب ولا للطيران ولا. نتوفر على مجموعة من اللاعبين المميزين، منهم من يتواجد في هذه اللائحة ومنهم قد احتفظ به للائحة المقبلة. أقول لا خيار أمامه إلا أن يكون مع المنافسين على اللقب القاري. حتى تصريحه الأخير ما بعد لقاء الكوت ديفوار وقال بأن اللاعبين عليهم أن ينسوا بأنهم يلعبون مع البرازيل. هذا دورك يا وليد، هذا ليس دور لا مغودي ولا رئيس الجامعة ولا رأي الجمهور المغربي. هذا دورك، وعليك أن تكون مسؤولا عن تغيير هذا النوع الثقافي أو هذه الثقافة أو هذا الوعي للاعبي الفريق الوطني المغربي. الآن لا نريد مثل هذه التصريحات. هناك أيضا ملاحظة سلبية، وهذا من حقي أن أقولها، أن في المقابلة الأخيرة وكأني أرى هناك فوضى في الدكة البدلاء، خاصة من أعضاء الطاقم التقني. أعتقد بأن الوحيد الذي يجب أن يكون واقفا متابعا مدققا هو الناخب الوطني. نحن ليس في أسبوعي، ولكن نحن ندبر المنتخب المغربي، وعلى وليد الركراكي أن يعيد الانضباط إلى طاقم من التقني داخل اللقاءات. وإذا تحدث عن الفوضى فقط، هناك لقطة حدثت اليوم في مباراة مصر